قوية، تتبيلة حلوة مميزة، فمش محتاجة ان انا اتبل الدقيق باي حاجة خالص ولا ملح كمان. يعني انا هستكفي بس ان هو يبقى دقيق سادة من غير اي حاجة. ضفت في العلبة كده شوية دقيق زي ما انتوا شايفين، وبعد كده بدأت اخرج قطع الفراخ من التتبيلة واضيفها في الدقيق واقلب، او ارج العلبة كويس قوي. ارج العلبة كويس قوي كده، وابتدي انفض الفراخ. هتاخد معايا من الدقيق، هتاخد معايا الشكل اللي انتوا شايفينه. طاسة على النار وضفت فيها كمية الزيت المناسبة للتحمير، يعني على حسب بقى كمية الفراخ اللي انتي بتحمريها. وهبتدي ان انا احط كده قطع الفراخ بالشكل اللي انتوا شايفينه. مش هحاول ازود قوي في الطاسة عشان الزيت معايا درجة حرارته ما تقلش فجأة والفراخ تشرب معايا زيت. يعني هحط كمية من الفراخ مش كتيرة. تمام.